انهيار الذهب. سمعت الكلمه دي كم مره كم فيديو انهيار هو حياتي يا لهوي قدام المفروض انهيار دي كده يعني كده. لا ما بينهارش ولا بيتنقل 60 نيله ولا انخفاض. هو ايه المشكله؟ هقول لك على حاجه، اللي بيقولوا انهيار وهبوط الذهب ده عنده حق، واحنا بالنسبه لنا الذهب بيغرق عندنا حق. طب ايه الفكره وايه المشكله؟ احنا مشكلتنا اللي احنا مش عارفين نقيم العلاقه بين الدولار وبين الجنيه، بين العمله بتاعتنا والعمله اللي بره. ان احنا مش عارفين نقيم سعر الأونصة العالميه بسعر الجنيه بتاعنا، دي نقطه. تاني نقطه، احنا مش عارفين نقيم موضوع هل ضغط الشراء هو اللي عامل ارتفاعات للذهب، ولا هل هو انخفاض الجنيه هو اللي عامل ارتفاعات للذهب. ففي بعض المشاكل هي المؤثره في سعر الأونصة العالميه وسعر الذهب محليا. طب ليه هنا بيرتفع وهنا بينخفض؟ ده اللي هشرحه لكم بمنتهى البساطه. تعرف ان الأونصة العالميه وصلت لارتفاعات ل 2050 دولار، ومره واحده النهارده بنتكلم في 1973، وسعر الذهب عندنا ارتفع لمعدلات فلكيه وعدى قمم ياما. وكل شويه يقول لك قمه تاريخيه خلاص خلصوا التاريخ في الام الذهب ده. قمه تاريخيه في الذهب كل شويه ده عشان انخفاض عملتك. واحد، ضغط الشراء. اتنين، طب لو ضغط الشراء قل هيقل حبه صغيرين، لان انخفاض العمله هو ده المؤثر الاساسي في الموضوع. احنا بقى بنتكلم في ايه؟ في ال21 من 2000 ل 2100 2200 2300 2400، وامبارح كان وصل ل 2420. قل شويه وبعد كده هيرفع تاني، قل شويه اللي هو 10 20 جنيه وهيرجع تاني. كل شويه قمه تاريخيه. انا عايز بس اوصل لك معلومه، انخفاض الأونصة العالمية بالدولار لا يؤثر تأثير كبير على انخفاضه محليا في التسعيرة اللي احنا فيها ديت. يعني لو انخفض عالميا دولار ممكن تأثيره عندك لو انت ماشي بالسعر العادل للدولار هينقص جنيه. بس ارتفاع عندك قيمة الدولار عن الجنيه المصري بتاعنا، لو ارتفع جنيه بتلاقي حوالي 70 جنيه ارتفاع في سعر الذهب في الجرام الواحد. الفكرة كلها ان الأونصة العالمية بتنخفض ياما، والانخفاض ده المفروض ينعكس على انخفاض عندنا محليا، بس انخفاض قيمة العملة بتاعتك بيؤدي الى الارتفاع الشديد، لان ده مش قد ده. لان الأونصة العالمية بنعملها اسم على 31.1 وبنوصل لسعر الجرام الذهب اللي هو ال 24. نضربه بقى في سعر العملة المحلية، لو ضربناه في 30 جنيه غير لما نضربه في 31 جنيه غير 32 غير 33، هتلاقي ارتفاعات رهيبة في ارتفاع جنيه واحد بس. يعني انخفاض العملة جنيه بيأثر تأثير كبير في ارتفاعات الذهب. دي نقطة لازم تفهمها. فاللي يقول لك هبوط حاد، هو فعلا فيه هبوط، بس ايه؟ هبوط عالميا، ان الذهب بيصحح عالميا. طب ليه الذهب بيبقى عامل زي اللهبل بره هوب هوب؟ هم ما عندهمش نفس القصه بتاعتنا دي. ليه الذهب بره بينط وينزل بنفس الطريقه؟ لان هناك العمليه عمليه مراهنات، عمليه مضاربات. تجار الذهب مره واحده بيضغطوا الشراء، ارتفاعات الأونصة العالميه بتوصل لقمم تاريخيه. مره واحده الأونصة تنهار او سعرها يهبط، بقوموا بعمليه الشراء. فتلاقي دايما العمليه رايحه جايه رايحه جايه. تاثير عملتك انخفاضها بيؤثر تأثير كبير في تسعير الذهب. لازم تحط في اعتبارك دي اول حاجة. ضغط الشراء حتى لو هو مؤثر، انا شايف مش مؤثر تأثير كبير نهائي، لان العقود الاجلة دلوقتي بتتكلم في حوالي 44 جنيه لسعر الدولار الواحد، فاحنا بنتكلم دلوقتي في سعر الذهب بيتكلم في 42. وطالما ودنك اتعودت على سماع حاجة، تقبل بعد كده الموضوع قدام. انت اتعودت دلوقتي على 30 و35 و37 و40 و44، مع التكرار هتلاقي سعر الدولار العادل هو فعلا 44. طبعا لا نتمنى هذا، بس احنا بنتكلم على وقائع وامور موجوده عشان الناس بس ما يحصل لهاش تشتت، او ان هو ياخد قرار بناء على فيديوهات واحد يقول له هبوط، واحد يقول له انخفاض، واحد يقول له ارتفاع. هو مش فاهم الرؤيه ماشيه ازاي. انت لو تابعت الموضوع من كل النواحي مش من ناحيه واحده هتعرف تقرر وتاخد قرار. انا لسه شاري من يومين ولسه شاري من اسبوع وهشتري تاني، وبعد العيد ان شاء الله هشتري. ما يشغلنيش الامور دي طالما انت مقيم الموضوع. طالما الموضوع واخده استثمار ما تقلقش. الموضوع واخده مضاربات، مش في كل الاوقات هتكسب، مره هتصيب ومره هتخيب، وانت وشطارتك على حسب حسبتك للموضوع.
عايز تضارب ضارب، بس مش في كل وقت المضاربه هتبقى في صالحك. في مرتين تكسب، في مره تخسر. لازم تتقبل الموضوع من كل النواحي. ولو انت فاهم كمان امتى بتضارب وامتى بتشتري وامتى بتبيع، لان السوق مش في ملكنا والسوق مش في ملك الناس. مين اللي يحدد قرارك في البيع والشراء؟ انت اللي تقعد مع نفسك وتقيم الموضوع وتشوف افضل سيناريو ليك في تقييم سعر الجنيه وسعر الدولار، وبناء عليه تحدد هتعمل ايه. محدش ياخدك في سكة وانت بالنسبة لك تشتت وما تعرفش تاخد قرار صح وصائب في الموضوع. اي حد بقى يقول لك اللي باع باع واللي اشترى اشترى وخلاص وفرصه وعدت وما لحقناهاش، اقول لك لا، انت غلطان. مفيش حاجه اسمها بس خلاص بحي، لا. في اي وقت انت عندك فرصه جوهريه ان انت تستثمر. في اي وقت عندك فرصه جوهريه ان انت تستثمر. انا مش بنصحك النهارده او بكره تستثمر، ممكن بعد العيد الرؤيه تبان بشكل افضل، بس اوعى تحط نفسك تحت ضغوط ان انت ما لحقتش القطر. ممكن ما تلحقوش، لا، ممكن تلحقه في اي وقت. وشوف الافضل بالنسبه لك. عندك اكتر من وسيله تستثمر فيها فلوس. عندك الشهادات، عندك الذهب، عندك العقارات، عندك تعمل مشروع، عندك تكبر المشروع بتاعك. لو انت شغال في حاجه هات منتج عندك، اعمل كيفما تشاء. في امور كتيره متاحه، ما عندكش اختيار واحد. شوف الافضل والمريح بالنسبه لك نفسيا وماليا وكل حاجه هتريحك وهتخليك تبقى مبسوط، وتوكل على الله. لا تندم على اي قرار خدته ولا تندم على اي قرار ما خدتوش. كلها ارزاق ونصيب. توكل على الله، احسبها صح، فكر صح. مع السلامه.